اهلا يا برج العقرب. النهارده القرايه هتبقى للمنفصلين. عايزين نشوف هل في رجوع للحبيب او الشريك قريب ولا لا. يلا بينا يا برج العقرب. بصي يا برج العقرب، واضح ان الشريك كان اصلا قدم لك عرض قبل كده او حاول ان هو يصالحك قبل كده، بس انت رفضته واتنكت عليه جدا. ممكن كنت زعلان، كنت متضايق منه قوي. حسيت ان هو جرحك جامد، زعلك جامد، او انت كنت خلاص عايز، يعني في طاقة. ناس كانت خلاص كانت زعلانة ومجروحة جدا ورفضت العرض ده او الصلح دوت، وفي ناس تانية اوريدي هو كان عايز يبتدي بداية جديدة في حتة تانية وخلاص يعني. وحس ان هو تعب في العلاقة دي جدا وان هو محتاج يتخلى عن العلاقة دي عشان هو مش قادر يكمل فيها وتعب منها جدا، وكان درس قاسي عليه، ويروح عايز يبتدي في بداية جديدة في حتة تانية. آم، بصي يا برج العقرب، هي اكتر مشكلة كانت بتواجهكوا في العلاقة دي ان الناس وصحابكوا داخلين في العلاقة، ليهم اراء كتير واراء مختلفة، وبتحصل مشاكل وفي حسد كمان. فانتوا محتاجين ان انتوا تبطلوا تتكلموا عن مشاكلكوا او عن حياتكوا انت والشريك، عشان وتحتفظوا باسراركم، لان كان في عيون كتير عليكم، وكان في ناس كتير داخله جوه حياتكم وعامله لكم مشاكل. في طاقه ان يعني انت اصلا واقف للشريك ده، في طاقه ناس انت واقف للشريك ده ومش عايز ترجع له، وفي طاقة تانية ان الشريك هيرجع فعلا وعايز يواجه، وعايز رغم ان هو اترفض ورغم ان هو عرض عليك عرض او كان حاول يجيلك او يجيب لك هدية او يعتذر لك وكده، وانت اديته ظهرك يعني وبصيت لحياتك، في ان هو مصمم وعايز يحل معاك كل المشاكل ويقف للمشاكل دي معاك ويحلها واحدة واحدة. بس وعايز يصلح فعلا، وعايز يبقى فيه بداية جديدة، ومش عايز ان هو يتخانق على اي حاجة وخلاص. لا، المشاكل الاساسية ان هي دي اللي تصلحوها. بس خد بالك يا برج العقرب عشان ما تدخلوش الناس والصحاب وسطكوا، اتكلموا مع بعض وحلوا مشاكلكم وحافظوا على اسراركم. بس كده، دي قرايتك يا برج العقرب. يا رب تكون عجبتكم، ولي رأيكم في التعليقات، وباي باي.